لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. أكد ما يسمى بشرايا البشير الذي كان مكلفاً بعلاقات البوليساريو مع أوروبا والاتحاد الأوروبي على تقديمه الاستقالة من منصبه كبوق للمنظمة الانفصالية في أوروبا إلى زعيم جبهة البوليساريو. واعترف الانفصالي في تغريدة على تويتر بوجود خلافات عميقة مع إبراهيم غالي بن بطوش حول الرؤية والأساليب والأدوات، مشيراً أنه لا ينوي الترشح في المؤتمر القريب لجبهة البوليساريو. وعلق نشطاء صحراويون معارضون لسياسة الجبهة الانفصالية أن السبب الرئيسي لاستقالة البوق تعود إلى خلافاته مع نجل زعيم البوليساريو حول أموال تهريب المواد الغذائية والمخدرات بالصحراء الإفريقية الكبرى، حيث يعلم جميع الانفصاليين في إسبانيا الصراع الكبير والمحتدم بين الطرفين للتصرف في أموال التهريب بالمخيمات. هذا وتشهد مخيمات تندوف احتقاناً غير مسبوق بسبب الصراع حول السيطرة على الجبهة الانفصالية التي ستنظم مؤتمرها العام قريباً في المخيمات، وسط مقاطعة دولية كبيرة خاصة من قبل الأحزاب الموريتانية والأوروبية، وأيضاً بعدد من الدول الإفريقية.